يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 1997 مع الموسيقار أميرجو، واللي كان بيستعد عشان عنده حفلة، وفجأة بيجيله تليفون وبيعرف إن مامته ماتت. ووقتها بتدخل عليه مديرة أعماله وبتعرف اللي حصل وبتقوله نلغي الحفلة، ولكن أميرجو بيقول لها مفيش داعي، وبيقول لها إنه هيعزف الحفلة وبعدين هيسافر. وبنشوف إن أميرجو عازف كمان، وبيبدأ يعزف ويفتكر الأغاني اللي كانت مامته بتغنيها له. وبنرجع فلاش باك وتحديدا في نابولي سنة 1944. في الوقت ده بيكون الناس بيجروا بسبب غارة جوية، وساعتها أنتونيتا مامة أميرجو كانت بتدور عليه وهو كان مستخبي وبيهزر معاها، وفجأة انضربت قنبلة في مكان قريب منهم. فبيخرج أميرجو يدور على مامته، واللي أول ما بتشوفه بتفضل تحضن فيه، وكان واضح إن أميرجو طفل شقي ومعذبها. وبعد مرور سنتين بنشوف إن أنتونيتا وهي واخدة أميرجو لمقر الحزب الشيوعي، وده علشان تقابل مالدينا، واللي بتعرض على أنتونيتا إنها تبعت أميرجو روسيا في قطار الأطفال. وبنعرف إن دي مبادرة عملها الحزب الشيوعي في إيطاليا علشان يحموا الأطفال من الحرب والفقر. وفي الوقت ده أميرجو بيفضل يلعب في حاجات محطوطة على مكتب مالدينا، واللي بتحكي له إنها كانت بطلة وأخدت وسام الشجاعة، وإنه لما يكبر ويروح روسيا ويتعلم هناك هيبقى زيها. وهنا أنتونيتا بتتضايق وبتقول لها إنها لسه ما قررتش إذا كان هيسافر ولا لأ. فبتقول لها مالدينا إن دي الفرصة الوحيدة اللي قدامها عشان تنقذ ابنها من الفقر. وفعلا بيكون واضح إن هم فقراء، وده إن أميرجو حافي وما عندهمش حذاء، وكمان باين عليه إنه مش بياكل كويس. ولكن بالرغم من فقرهم إلا إن أنتونيتا كانت بتحاول إنها تخلي ابنها يعيش زي باقي الأطفال، وبتجيب له بيتزا بكل الفلوس اللي معاها. ولما بيرجعوا شارعهم الجيران بيفضلوا يقولوا لأنتونيتا ما تبعتيش ابنك لروسيا لأنهم هناك بياكلوا الأطفال، وفي منهم اللي قال إنهم بيحرقوه في الأفران. ومش بس كده، ده الراهبات كمان بيعترضوا وبيقولوا لها ان مش من حقك ان انت تبعتي ابنك لروسيا لانه مش ملكك. فبتتعصب عليهم انتونيتا وبتمشي. ولما بيرجعوا البيت بيقول اميرجو انه مش عاوز يسافر، وانه خايف من الكلام اللي بيسمعه، وانه نفسه يروح امريكا لباباه. وبنعرف ان باباه سابهم وهرب على هناك. وبعد شويه بيجي لهم ايفرو، واللي بيكون واضح انه معجب بانتونيتا، وبيحاول انه يبعت اميرجو يجيب حاجه من بره، وده علشان يقعد معاه لوحدها. ولكن اميرجو بيتكلم معاه بوقاحه ومش بيرضى يخرج. بس انتونيتا بتطلب منه ان هو يخرج يجمع القماش القديم من الجيران عشان تعمل له بيهم لبس. وفعلا بيخرج اميرجو مع صاحبه توميسيو، وبيفضلوا يلفوا على البيوت ويجمعوا كميه كبيره من القماش. ووقتها توميسيو بيقول لاميرجو ان هو كمان هيسافر في قطار الاطفال. وبعدها بيوصلوا السوق، ووقتها توميسيو بيسرق عيش، وبيشوفوا الستات هم بيشتروا الفئران البيضاء عشان يعملوا لبس لاولادهم من الفرو بتاعهم. ولما اميرجو بيرجع البيت بتقول له مامته ان القماش قديم ومش هينفع لللبس. وتاني يوم بيروحوا المقابر، وساعتها اميرجو وتوماسيو بيشوفوا فئران كبيره، وبتيجي فكره لاميرجو وبيقول له توماسيو ان عنده فكره هتكسبهم كتير، وبياخدوا الفئران دي. وبعدين بيروح لماريو صاحبتهم عشان تجيب لهم صبغه بيضه من اللي باباها بيشتغل بيها. وفعلا بتجيبها ماريو، وبتقول لهم ان لو ابوها اكتشف عملتها دي هيعاقبها عقاب كبير. وبتقول لهم ان ابوها شايف ان هي ملهاش لازمه، وده لان اخواتها الولاد بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس، وعشان كده اهلها قرروا ان هم يبعتوها لروسيا في قطار الاطفال. ولكن اميرجو بيقول لها اطمني، احنا هنكسب فلوس كتير بعد ما نبيع الفئران دي. وفعلا بيبيعوا الفار الواحد ب 100 ليره. ولكن من سوء حظهم المطر بينزل وبتتمسح الصبغه دي، وبتيجي الست اللي اشترت منهم وبتتخانق معاهم، وبتبقى مصره انها تبلغ البوليس. بس ايفرو بيتدخل في اخر لحظه وبينقذهم. وفي يوم اميرجو بيرجع لبيته وبيلاقي مالدينا موجوده، وبتوعد مامته انه مش هيحصل له حاجه، وانه هيرجع بعد سنه وهيكون كويس. وهنا بيعرف اميرجو ان مامته خلاص هتتخلى عنه، وقتها بيزعل منها وبيقول لها ان هو كمان زهق من الفقر وعاوز يروح روسيا عشان يتعلم ويجيب لبس جديد، وبعدها بياكلوا سوا. ولما اميرجو بيخلص اكل مامته بتديله الاكل بتاعها وبتقوله انها مش جعانه. وتاني يوم بيروحوا على مقر الحزب الشيوعي عشان كل ام تتصور مع ابنها او بنتها، وبعدين يودعوهم قبل ما يسافروا. وبعدين بنشوف ان كل ام بيقعد معاها موظف وبياخد منها المعلومات الاساسيه عن ابنها، وبعدين بياخدوا الاولاد بيحموهم ويلبسوهم لبس جديد. ووقتها اميرجو بيفرح جدا لانه اخيرا هيلبس حذاء. وبياخدوا الاطفال وبيروحوا عشان يركبوهم القطر. وفي الوقت ده بيكون في مجموعه من الستات وبيفضلوا يقولوا ان الروس بياكلوا الاطفال وانهم هياكلوهم. ووقتها الاطفال بيخافوا وبيجروا ناحيه امهاتهم. ولكن مالدينا بتقف وسط الناس وبتقول لهم ان الاولاد هيعيشوا حياه احسن بعيدا عن الفقر والحرب. وبتقول انها شافت ابن اخوها بيتقتل على ايد الالمان، وانها مش هتسمح ان اي طفل يموت تاني بسبب الحرب. وبيصدق الامهات كلامها وبيخلي اولادهم يركبوا القطر. وبمجرد ما الاولاد بيركبوا القطر بيقلعوا الجواكت بتاعتها وبيرموها لامهاتهم عشان يبيعوها او يدوهم لاخواتهم الاصغر منهم. وبيفضل اميرجو يدور على شباك عشان يرمي لامه الجاكيت بتاعه. وبعدها الاطفال بيخافوا وبيفضلوا يصرخوا وبيقولوا ان هم عاوزين ينزلوا ويرجعوا لاهاليهم. ولكن بيجي موظف وبيطمنهم وبيبدا يكتب على ايد كل طفل منهم رقم بيدل على هويته. وبعدها الاطفال بيفضلوا يلعبوا لحد ما بيناموا وهم مبسوطين. ولما بيصحوا بيلاقي نفسهم وصلوا روسيا، وفي المحطه بيلاقي الاسر في انتظارهم وبيحتفلوا بوصولهم. وبعدها بيعملوا مائده غدا كبيره للاطفال، بس الاطفال بيكونوا خايفين يقربوا من الاكل لانهم معتقدين انه مسموم. ولكن مالدينا بتطمنهم وبتقول لهم ما يخافوش، وبتاكل الاكل اللي قدامهم، ووقتها بيطمنوا وبياكلوا. وبعدها بتختار كل اسره طفل عشان يتبنوه عشان يعيش معاهم. وفي الاخر مش بيتبقى غير ماريو وتوماسيو واميرجو، ومش بيكون في اسر تانية. وقتها اميرجو بيعرف توميسيو ان هم يقولوا ان هم اخوات،
وبتيجي اسره وبتاخد ماريو، وبعدين بتيجي اسره تانية وبتاخد توماسيو وبس، ومش بيتبقى غير اميرجو. وساعتها مالدينا بتعرض على زميلتها ديرنا انها تاخد اميرجو عشان يعيش معاهم، وده لانها عايشه لوحدها. ولكن ديرنا مش بتكون موافقه لان عمرها ما كانت وما عندهاش خبره في تربيه الاولاد. فبتقنعها مالدينا وبتقول لها انه ما ينفعش تسيبه لوحده، فبتاخده على بيتها وبتعرفه انها عايشه لوحدها. وبالليل بيصحى اميرجو من النوم وبيصرخ وبيكون خايف لانه حلم بكابوس. فبتيجي ديرنا تطمن عليه وبيطلب منها انها تقرا له كتاب عشان يقدر ينام، وفعلا بتعمل كده وبيبقى واضح انه صعبان عليها. وتاني يوم بتاخده على بيت التشيدا اخوها، وقتها مرات اخويا بتديله لبس من بتاع ابنها لوتسيو، واللي بيتضايق بيقول له اقلع اللبس ده. ولكن ساعتها بيجي التشيدا وبيزعق له بيقول له ان البيت ده مفيش حاجه اسمها بتاعي، وكل حاجه هنا بتاعت اللي محتاجها. وبعدها بيروح مع ريفو عشان يعلمه شغل الحقول وبيوري له الحيوانات. وبتكون دي اول مره اميرجو يشوف فيها حيوانات. وهناك كان بيحكي لديرنا عن مامته وبيقول لها انها اجمل ست في نابولي، وانها كانت بتحبه على الرغم من انه كان شقي. وتاني يوم اميرجو بيسال ريفو عن السبب اللي مخلي ديرنا على طول لابسه اسود، فبيقول له انها حزينه لان حبيبها اتقتل على ايد الالمان، ومن يومها وهي لابسه اللون الاسود ومش بتقلعه. وبعد شويه بيجي شويه ستات وبيكونوا عاوزين ياكلوا اميرجو من العيش اللي هم خابزينه، بس اميرجو بيترعب وبيجري لانه بيفتكر ان هم عاوزين يحطوه في الفرن وياكلوه. وبيروح يعيط في الغابه لحد ما ديرنا بتجيله وبتطمنه ان الكل بيحبه، وبتكلم معاها وبيسالها هو امتى هيرجع لبلده. فبتاخده عند حقل القمح وبتقول له اول ما القمح ده يكبر ويتحول لونه لذهبي وقتها بس هترجع نابولي. وبتاخده وبتوديه المدرسه، وهناك بنشوف انه شاطر وبيجاوب على كل الاسئله، ولكن الطلاب يفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا له ان ريحته وحشه. وبيجي لوتسي وبيدافع عنه وبيخلوا الطلاب يمشوا، ولكنهم بيفضلوا برضه يقولوا له ان ريحته وحشه. واول ما بيرجع البيت بيلاقي ديرنا جايبه له قلم وكراسه، ولكنه بيبقى متضايق وبيلاقي ان الطلاب بيتريقوا عليه وبيقولوا ان ريحته وحشه. فبتاخده ديرنا وبتحميه، واول ما بتحس انه بردان بتاخده في حضنها زي ما كانت بتعمل مامته بالظبط. ولاول مره ديرنا بتحس بمشاعر الامومه اتجاهه. وتاني يوم بيروح اميرجو عند التشيدا وبيتعلم منه العزف على الجيتار. وساعتها لوتسيو بيحس بالغيره لان الكل مهتم بيه، وبيحس ان اميرجو بيسرق منه ابوه وامه. وفي الوقت ده بتيجي جارتهم وبتفضل تقول لتشيدا انه قبل 3 اولاد ومش هيقدر يتحمل مسؤوليه طفل غريب. وبتسال اميرجو هل هو اتعلم حرفه النجاره، وده علشان يشتغل مع تشيدا ويساعده. فاميرجو بيقول لها انه لما يكبر هيبقى عازف كمان، وبيبقى واضح ان اميرجو حب العزف جدا. وتاني يوم في المدرسه بتجيلهم طالبه جديده من نابولي اسمها روسانا، وبتكون متضايقه لانها ما كانتش عاوزه تسيب اهلها في نابولي، وبتقول لديرنا انها مش محتاجه شفقه من حد. وبعدها اميرجو بيسالها هل هي بتعطف عليه ولا بتحبه بجد، وساعتها ديرنا بتقول له انها بتحبه زي ابنها بالظبط وبتبوسه قبل ما ينام. وتاني يوم بيروح لحقل القمح وبيلاقي ان لونه بقى اخضر، وده معناه انه قرب يرجع لبلاده. وبعدها بيتفاجئ ان ديرنا وعيلتها عاملين ليه عيد ميلاد وجايبين له كمان هديه، فبيفرح جدا وبيقوم يحضن التشيدا. وشويه وبيعرف انه جاله جواب من مامته اللي في نابولي، ولما بيقرا الجواب بيلاقيها كاتباله ان هي اتاخرت عليه في الجوابات، وده لانها مش بتعرف تقرا واضطرت انها تستنى لحد ما مالدينا تفضى عشان تكتب لها جواب. وبمرور الايام بيتحسن عزف اميرجو وبيقرب اكتر من التشيدا، وبيحس انه بيعوضه عن حنان الاب اللي عمره ما حس بيه، وبيحس برضه ان ديرنا بتعوضه عن حنان الام اللي مفتقده. وتاني يوم بيروح الحزب مع ديرنا وبيحضر الاحتفال بعيد العمال، وبيشوف توماسيو وماريو اصحابه اللي بقوا وحشينه جدا، وبيلعبوا سنه وبيعرفهم على روسانا. ووقتها بيشوف عضو من اعضاء الحزب وهو بيضرب ديرنا لمجرد انها طلبته بحقوق السيدات، وبيتضايق جدا من اللي حصل. ولما بيرجع البيت بيقول لها انه ما ينفعش تسيب حقها، والمره الجايه لازم تضربه زي ما ضربها. وبيسالها عن حبيبها فبتتاثر وبتعيط، وبتقول انه كان اسمه جاكوما وانه كان شجاع جدا. فبيحضنها وبيقول لها ما تزعليش لانه مش بيحب يشوفها زعلانه. وتاني يوم في المدرسه بيكتشف ان روسانا اختفت، وبيفضلوا يدوروا عليها ولكن مش بيكون لها اي اثر. وساعتها لوتسيو بيحس بالذنب وبيروح يقول لاميرجو ان هو السبب، وان روسانا اكيد ماتت لانها سمعت كلامه. وبنعرف ان هو قال لها ان لو عايزه ترجعي نابولي امشي على خط السكه الحديد، فبيرجح ان القطر اكيد خبطها، بس اميرجو بيطمنه انه هيلاقوها. فبيروحوا يدوروا عند السكه الحديد وفعلا بيلاقوها، ولكن بيلاقوها قاعده بتعيط وبتقول لهم انها خايفه لانها لقت جثه. فبيروح اميرجو يتاكد من كلامها وبيلاقي الجثه فعلا، وبيتضح انها جثه جندي. وتاني يوم اميرجو بيقول لديرنا على اللي شافه وبياخدها للمكان اللي فيه الجثه، فبتجيب الناس المختصه عشان يشيلوها وبتقول له انه شجاع. وبتمر الايام وبيروح اميرجو الحقل وبيفرح جدا لما بيلاقي ان القمح بقى لونه ذهبي، وده معناه ان جه وقت رجوعه للبيت. وعشان كده ديرنا بتجهز له اكل ياخده معاه وهو مسافر وبيوضحهم وبيمشي. وبيبان قد ايه ان ديرنا اتعلقت بيه وكانت حزينه وفضلت تعيط لانه مشي. وفي القطر بيلاقي ماسيو صاحبه واللي بيقول له ان مامته اللي في روسيا حاطت له فلوس في جيبه عشان لو حب يرجع لها تاني. فاميرجو بيدخل الحمام وبيفضل يدور في هدومه لكنه مش بيلاقي ديرنا سايبه له اي حاجه. وبنرجع للحاضر سنه 1997، وتحديدا في الوقت اللي رجع فيه اميرجو نابولي واللي راح لبيتهم القديم واللي كان زي ما هو. وقتها افتكر لما رجع من روسيا وفضل يحكي لمامته عن اللي عمله هناك، وطلع لها الاكل اللي ديرنا عملته، وقال لها كمان انه بقى يعرف يعزف وبيحلم انه يطلع عازف. ولكن مامته زعقت له وقتها وقالت له فوق من احلامك، احنا فقراء، وعرفته انه من بكره هيروح يشتغل مع جارهم عشان يجيب فلوس ويصرف عليهم.
واخدت منه كمان وحطته تحت السرير، وبنشوف انه اتضايق منها ومشي وفضل يقول لجارته ان ديرنا كانت بتعامله احسن من امه وكانت بتحبه اكتر منها. فبتقول لجارته ان مامته قضت وقت صعب جدا، ولما رجع بالليل نام جنب مامته واللي كانت بتعيط لانه صعبان عليها. وبعد مرور كام يوم بيعرف من توميسيو ان عيلته في روسيا بتبعت له طرود كتير فيها اكل ولبس والعاب، فبيزعل جدا لان ديرنا ما بعتتلوش اي حاجه واعتقد انها خلاص نسيته. وبعدها بيقعد ياكل وهو حزين ومش بيبقى عاوز يتكلم، وبيسال مامته لو راحت لمالدينا وشافت اذا جاله طرود او رسايل، فبتتعصب عليه مامته وبتقول له ان محدش جاب له حاجه لكنه مش بيصدقها. وتاني يوم بيروح الشغل وقتها بيعرف ان ماريو صاحبته رفضت تسيب اهلها في روسيا وفضلت انها تعيش معاهم عن انها ترجع لاهلها تاني في نابولي. وبعدها ميرجو بيروح لمقر الحزب الشيوعي وهناك بيقابل مالدينا اللي اول ما بتشوفه بتساله مش بتيجي تستلم الطرود بتاعتك ليه، وبتقول له ان ديرنا بعتت له اكل ولبس كتير وزعلت منه لانه مش بيرد على رسايلها وادته الرسايل. وهنا ميرجو بيعرف ان مامته كانت بتكذب عليه، ولما بيرجع البيت مش بيلاقي كمان وبيتخانق مع مامته وبيرمي رسائل في وشها وبيقول لها انت كذابه وديرنا احسن منك. فبتضربه مامته بالقلم على وشه وبتقول انها رهنت الكمان بتاعه عشان تجيب لهم اكل، وقالت له احنا فقراء وعمرك ما هتبقى عازف. وفي وقت الفجر بنشوف ان ميرجو اتسحب وخرج من البيت وراح على محطه القطر وبيسافر وبيرجع لديرنا في روسيا، واللي اول ما بتشوفه بتفرح جدا وبتاخده في حضنها وبيقول لها انه قرر ان هو يعيش معاها. وبنرجع تاني للحاضر مع ميرجو واللي كان في بيتهم القديم، ولقى ان امه رجعت الكمان اللي كانت رهناه وكانت كاتبه له رساله بتقول له فيها انها مش زعلانه منه وانه بالعكس هي فرحانه انه عايش حياه احسن، وان ديرنا كانت بتهتم بيه وبتحبه زي ما هي بتحبه بالظبط، وبتقول له انها كانت بتتمنى تحضنه وتغني له زي ما كانت بتعمل زمان. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.